ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ساره وماما ميرفت من مطبخ الصحبه الحلوه. النهارده بقى وجايه هعمل معاكم احلى تحليه بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكم اي وقت. بس قبل اي حاجه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا نسمي الله ونبتدي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا جبت 2 كوب شعريه، تمام، وجبت كيلو لبن وكوبايه سكر و4 معالق نشا. بجد تحليه سهله وسريعه، بس طبعا اللبن لازم يكون سايب عشان بيبقى فيه نسبه دسم. تمام. هجيب بقى معلقتين سمنه كبار، تمام، واسيحهم على النار، وهنزل بقى بكوبايتين الشعريه، هحمرهم كويس زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي الفاتح. حاولي ما تغمقهاش، لازم الشعريه وانتي بتحمريها تاخد معاكي اللون الذهبي الفاتح زي ما انتوا شايفين. تمام كده. وطبعا بقى انا مجهزه عندي ميه في الكتل اكنك بتعملي رز بالظبط، وهزود حوالي كوبايه ميه لازم تكون سخنه، وهوطي عليها النار تستوي. تمام كده. طبعا احنا عايزين الشعريه لازم تكون مفلفله زي الرز بالظبط. يلا بقى نشوف اللبن هنعمل فيه ايه. طبعا بقى انا نزلت بكيلو اللبن و4 معالق النشا. طبعا هدوبهم على البارد الاول بالمضرب اليدوي، تمام. واول ما يدوبوا معايا في اللبن على كيلو اللبن هحطهم بقى على النار، وهنزل بقى بكوبايه السكر. وطبعا بقى هفضل اقلب بالمضرب زي ما انتوا شايفين لحد سمكها طبعا ما يتقل معايا. بس طبعا السمك بتاعي ولا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، لازم السمك يكون وسط عشان طعمها. تمام. طبعا دي من طريقه المهلبيه بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكم اي وقت، وبجد ما فيهاش اي تكلفه، واولادك هيحبوها قوي. شايفين بقى سمكها بعد خلاص ما خلصت وقفلت النار؟ شايفين سمكها وسط ازاي؟ ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، ده السمك المظبوط. تمام كده. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. وبكده بقى خلاص الشعريه بعد ما استوت خلاص، شايفين شكلها مفرفره ازاي ومفلفله. طبعا بقى انا هجيب بايركس او صينيه اللي انت حباه. اول حاجه هنزل بطبقه المهلبيه، هفردها كويس في البايركس زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالشعريه. طبعا انا هعملها طبقات اكنك بتعملي مكرونه بالظبط. هتحطي طبقه بشاميل المهلبيه اللي انا عملتها معاكم، وطبقه الشعريه، وبعد كده هنزل تاني بطبقه المهلبيه. طبعا بقى تقدري تحطي اي مكسرات انتي حباها، بس للاسف انا مش عندي مكسرات، لقيت عندي فواكه مجففه. بجد طعمها بتدي تست حلو قوي زي ما انتوا شايفين، وبتدي شكل حلو قوي بجد. اولادك هيحبوها، وبجد ما فيهاش فرق من بتاعت بره، وحاجه نظيفه انت عاملاها في البيت. واخر حاجه بقى انا حطيت البشاميل زي ما انتوا شايفين، اللي هي المهلبيه اللي انا عملتها معاكم. شايفين طريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكم اي وقت، وبجد طعمها حكايه. شايفين بقى انا حطيت بقى عندي شويه شعير صغيرين حطيتهم، وحطيت بقى فواكه مجففه. طبعا لو مش عندك تقدري تحطي اي مكسرات انت حباها. طبعا بقى هدخلها التلاجة تقعد معايا ساعتين. تمام كده. وبعد كده بقطعها واوريكم شكلها النهائي. وبكده بقى خلاص انا قطعت منها قطعه، شايفين شكلها تحفه بجد، اكنك شارياها جاهزه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم في حلقه جديده مع ساره وماما ميرفت في مطبخ الصحبه الحلوه. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا شجعونا. بجد طعمها خطيره، اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم. تحفه تحفه بجد يعني. شفتوا؟ ما تنسوش اللايك. باي باي.